عمرك دخلت اوضه ونسيت انت جاي تعمل ايه، وكأن مخك عمل ريستارت من غير ما يقول لك؟ بس اللي ما تعرفوش ان اللي بيحصل ده مش نسيان ولا كبر سن ولا اي حاجه من الكلام ده. ده اسمه دور واي افكت، تأثير علمي حقيقي بيتكرر مع كل الناس مهما كانت ذاكرتهم قويه. والفكره ببساطه جدا ان مخك بيتعامل مع حياتك على انها فيلم، وكل مكان هو مشهد. فاول ما تغير المكان، وبالذات لو هتعدي من باب، المخ بيفهم انك دخلت سين او مشهد جديد، فيقفل المشهد اللي قبله ويرمي او يلغي التفاصيل اللي شايفها ملهاش لازمه دلوقتي. وده مش كلام مرسل، تم اثباته فعلا سنه 2011 في دراسه كبيره اتعملت في جامعه نوتردام في امريكا بقياده الباحث جابرييل راديفينسكي. وكانت الدراسه دي قايمه على انهم يخلوا المتطوعين ياخدوا حاجات من مكان لمكان ويمشوا نفس المسافه، مره في نفس الاوضه ومره يعدوا من باب. والنتيجة كانت مفاجأة، إنهم لاحظوا إن مجرد المرور من الباب زود نسبة النسيان بشكل كبير. كأن الباب كان محفز أو تريجر بيقول للمخ تمام، المشهد اللي فات خلص، يلا نبدأ صفحة جديدة. وعشان كده لما مثلا تقوم من الصالة وتروح المطبخ وتنسى حاجة، ارجع تاني للصالة هتفتكر انك رجعت للمشهد اللي اتسجلت فيه المعلومة أصلا. يعني باختصار، اللي بيحصل ده طبيعي، والدليل ان مخك شغال زي الفل، وانه بس بيحاول يخفف الحمل ويركز في البيئة الجديدة. فاطمن، انت مش بتنسى، انت بس بتغير مشهد، والمخرج هو مخك بيقطع اللقطه فجاه من غير ما يقول لك.